كل الشركات نزلت موبايلاتها في الفئة المتوسطة، لكن الأسعار كانت غالية شوية. جت سامسونج في الآخر وختمت بموبايل السامسونج جالاكسي A56 اللي نزل بمميزات قوية جدا وتسعير منافس أفضل من كل الموبايلات اللي نزلت قبل. اونر نزلت موبايلاتها الجديدة الأونر 400 والأونر 400 برو في الخارج، وبعد اللي حصل في السوق المصري بعد اللي عملته سامسونج مع A56 كان لازم اونر تحسبها صح، وفعلا تقدر تقول كده اونر خدت الخطوه الصح وسعرت الاونر 400 في مصر تسعير منافس. وعايز اقول لك ان الموبايل ده هيبقى من اقوى موبايلات الفئه المتوسطه اللي هتبيع السنه دي، وانا عن نفسي شخصيا حبيت الموبايل ده. تعال اقول لك ليه. السنة دي الاونر 400 جاي بتصميم جديد، واول ما تشوفه من الظهر هتعرف على طول ان ده الاونر 400 الجديد، مع شكل الكاميرات والفلاش الثلاثي اللي موجودين في الظهر وحواليهم من شكل الظهر. فده التصميم الجديد. والجامد هنا برضو في التصميم ان عندك هنا الموبايل جاي بسمك رفيع ورهيب جدا 7.3 ملي، وده اللي هيديك راحة في الاستخدام انت وماسك الموبايل لفترات طويلة. كل ما يبقى الموبايل ارفع ده بيبقى احسن في الاستخدام. واللي بيكمل الراحة دي ان عندك الموبايل هنا جاي بوزن 184 جرام، وزن يعتبر قليل على موبايلات الفئة المتوسطة. وكمان لما تعرف حجم البطارية اللي موجودة في الموبايل ده، الموبايل كعادة اغلب موبايلات اونر في الفترة الاخيرة مقاوم للصدمات، يعني هيستحمل معاك لو وقع مش هيحصل له حاجة. لكن طبعا انت ما تحاولش ترمي الموبايل بايدك، لو وقع غصب عنك هيعدي منها ومش هيحصل اي حاجة. الموبايل هنا جاي بشهادة مقاومة رذاذ الماء والغبار الاي بي 66، ودي لقطرات الماء. بلاش تاخد موبايلك وتنزله او تغمره جوه ميه. الشهادة دي قليلة شوية، كان المفروض تبقى اي بي 67 على الاقل، ودي نقطة هنتكلم فيها بعدين. فاجمالي كده تصميم الموبايل تصميم شيك، موبايل وزنه خفيف ورفيع، فده هيديك راحة في الاستخدام. ولما تروح لقدام هتلاقي عندك شاشة بحواف قليلة جدا، نسبة الاستحواذ هنا 90%. فده بيكمل باقي التصميم ان عندك حواف قليلة هنا. شكل الموبايل تحفة الصراحة. ونروح للشاشة الجامدة هنا اللي جاية من نوع أموليد 655 من 100 بوصة 120 هرتز، والدعمة للواحد مليار لون والاتش دي ار 10 بلس، وجاية بجودة ال 1200 في ال 2660، يعني حوالي 446 بكسل في الانش، كثافة بكسلات محترمة. وكمان الجامد هنا انها داعمة لمعدل التعتيم ال 3840 هرتز اللي هو البي دبليو ام، وده طبعا اللي بيبقى مريح جدا للعين. والسطوع هنا بيوصل ل 5000 نتس، لكن ده الكلام ده تحت الشمس. ده السطوع العالي ما بيوصلش غير تحت الشمس. اما السطوع الفعلي هنا ما تمش الاعلان عنه، لكن هو يعتبر كده في حدود ال 1400 نتس، وهو اعلى من باقي موبايلات الفئة المتوسطة الموجودة حاليا من اغلب الشركات. فمش هتواجه اي مشكلة مع رؤية الموبايل ده تحت اشعة الشمس. السطوع هنا كويس جدا. ونروح للكاميرات، وعندنا كاميرا هنا رئيسية 200 ميجا بكسل بفتح العدسة 1.9 الداعمة للمثبت البصري الحقيقي ال OIS. كاميرا تانية 12 ميجا بكسل للألترا وايد. والموبايل هنا بيصور فيديوهات 4K 30 فريم و1080 30 و60، وبيصور كمان هنا 4K بالكاميرا السيلفي اللي هي جاية ب 50 ميجا بكسل. أداء الصور هتطلع هنا من الأونر 400 أداء محترم جدا، خصوصا مع كاميرا 200 ميجا بكسل هتديك تفاصيل كتيرة. لو انت بتحب تعمل زوم على الصور او بتحب تعمل فيها تعديلات، فده هيديك مساحة كبيرة انك تعمل كده عشان عندك تفاصيل في الصورة. معالجة الالوان هنا كويسة جدا، والموبايل يعتبر من افضل الموبايلات اللي هتديك تجربة تصوير في الفئة المتوسطة. يعني ممكن نقدر نقول كده انه ينافس ال A56 في الكاميرات، لكن عن نفسي انا شخصيا بميل اكتر لتجربة ال A56 في التصوير. الكاميرا الالترا وايد تصويرها كويس. ولما نروح هنا للكاميرا السيلفي اللي جايب 50 ميجا بكسل، ونفس الكلام كاميرا محترمة وهتديك صور بتفاصيل كبيرة. فباختصار كده تجربة التصوير سواء الصور او الفيديوهات مع الاونر 400 تجربة مرضية وتجربة كويسة على الفئة السعرية اللي موجود فيها الموبايل. يعني لو انت حابب تاخد الموبايل ده وهتصور بيه فمش هيزعلك خالص، وهيديك تجربة تصوير كويسة ويعتمد عليها. وحاجة كويسة برضو ان هو بيصور 4K بالكاميرا السيلفي، لان في كام موبايل كده في الفئة المتوسطة بيستعبطوا يعني وما بيحطوش 4K في الكاميرا السيلفي. نروح بقى للمعالج اللي بيشغل الموبايل وبيعالج الصور وبيعمل كل حاجة هنا، وهو جاي من سناب دراجون 7 جين 3،
والمعالج ده كلكم عارفينه، معالج السنة اللي فاتت اللي موجود في موبايلات كتير لحد دلوقتي، زي الفي 50 من فيفو والفي 40 حتى والاونر 200 بتاع السنة اللي فاتت. معالج أداؤه معروف، أداؤه كويس جدا مستقر، مش هتواجه معاه أي مشكلة في الاستخدام اليومي أو حتى في الألعاب. وبالنسبة للفئة السعرية اللي موجود فيها الموبايل فهو يعتبر معالج كويس، لكن يعني كنا نتمنى إنهم يحطوا لنا معالج أقوى من كده، لأن هو أصلا نفس المعالج المستخدم في الأونر 200 بتاع السنة اللي فاتت. لكن في النهاية اداء كويس ومستقر ومش هتواجه معاه اي مشكله. الموبايل هنا جاي باندرويد 15 مع واجهه اونر ماجيك او اس. والحته الجامده هنا ان لقيت على موقع جي ام اس ارينا ان بيقول الموبايل ده هيوصل لست سنين تحديثات اندرويد. طبعا الرقم ده كبير على موبايلات اونر وعلى اي شركه تانية غير موبايلات سامسونج، لكن لو المعلومه دي فعلا هتحصل فدي حاجه جامده جدا ان يديك 6 سنين تحديثات اندرويد. لكن طبعا الكلام ده مش مؤكد، ولا حتى مؤكد ان نفس الكلام ده اللي هيحصل في الشرق الاوسط ولا لا. لكن يعني على الاقل خالص الموبايل ده المفروض يوصل له 2 او 3 تحديثات اندرويد. والحلو هنا ان الموبايل بيجي مع 12 جيجا رام مش 8، ودي حاجه كويسه جدا. كمان عندك هنا نوع ذاكرة التخزين يو اف اس 3.1، نوع سريع مع رامات 12 جيجا، فدي حاجة حلوة انها تبقى موجودة هنا. شبكات الموبايل هنا احسن ما يكون، اقوى شبكات هتاخدها هنا من اونر. كمان الموبايل داعم للاي سيم، عندك بصمة تحت الشاشة، تجربتها محترمة سريعة زي اغلب موبايلات اونر واوبو فيفو اللي بيدوك بصمات تحت الشاشة صاروخية حرفيا على الفئة المتوسطة. عندك هنا سماعات ستيريو بصوت عالي، جودة محترمة، بتكمل معاك تجربة المشاهدة الممتعة مع الشاشة الاموليد والسطوع العالي. سماعتك الستيريو حاجة كويسة. الموبايل هنا جاي ببطارية مش هتتخيلها على حجم ووزن الموبايل، 6000 ملي امبير، طبعا عشان هي من نوع سيليكون كربون اللي بيديك سعة بطارية عالية مع حجم قليل ووزن قليل، عشان كده عندك هنا بطارية كبيرة 6000 ملي امبير تكمل معاك اليوم مستريح. وما تقلقش لان البطارية الكبيرة دي بتتشحن من شاحن 80 واط، بيشحن حوالي 40% في حوالي ربع ساعة. وكمان الشاحن والجراب والسكرينة موجودين معاك في العلبة. عيوب الاونر 400 هنا انه جاي بمقاومة ماء وغبار الاي بي 66 لرذاذ الماء، مش جايب الاي بي 67 او 68 و69 زي الموجودة في موبايلات البي بي كي السنة دي، او على الاقل يعني كنت حاطيته الاي بي 67 زي موبايلات سامسونج زي الاي 36 والاي 56. تاني عيب هنا انه جاي بفريم من البلاستيك مش جاي بفريم من المعدن. ما عندكش هنا امكانية انك تزود المساحة عن طريق انك تحط كارت ميموري، لا هو خطين بس بدون كارت ميموري. يعني دي ابرز العيوب اللي انا بعتبرها عيوب موجودة هنا في الاونر 400. لكن لما نروح بقى لمميزات الموبايل اللي هيدالك هنا الاونر 400، عندك خامات من الزجاج، سمك رفيع 7.3 مللي، وزن 184 جرام، خفيف. فتجربة المسكة هنا والراحة في الاستخدام كويسة جدا، خصوصا ان عندك شاشة هنا بحجم مش كبير 6.55 من 100 انش، فده بيكمل تجربة الاستخدام هنا بتبقى سهلة جدا. خصوصا الموبايل ده يعجب جدا البنات، يعني البنات هنا بتحب تمسك موبايلات تبقى خفيفة ووزنها خفيف وسمكها رفيع، فده موبايل كويس جدا وبيقدم النقطة دي. هنا عندك شبكات قوية وكاميرا رئيسية 200 ميجا بكسل وسيلفي 50 ميجا بكسل، موبايل بيصور 4K بالكاميرا السيلفي، عندك بطارية كبيرة 6000 ملي امبير وشاحن سريع 80 واط، وكل الحاجات دي موجوده معاك في العلبه. وبصراحه كده اكتر النقط اللي بحبها في موبايلات اونر هنا ان الشاشه داعمه لمعدل تعتيم البي دبليو ام 3840 هرتز، رقم محترم جدا. وانا الحقيقه ما شفتش ولا شركه بتحط الرقم ده ولا بتهتم بيه ان الشاشه تبقى مريحه غير في موبايلات اونر. كل المميزات دي تخلي الاونر 400 منافس قوي بين موبايلات الفئه المتوسطه. الموبايل جاي بنسختين وبضمان محلي، نسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رام ودي سعرها في حدود ال 20500، ونسخه 512 جيجا مع 12 جيجا رام في حدود ال 22000 جنيه. طبعا الاسعار دي تقل تزيد حسب المكان اللي بتشتري منه والوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. ودي الميزه اللي انا كلمتك عليها، ان تسعير الموبايل هنا كويس جدا، قريب لتسعير الاي 56 واقل من تسعير الموبايلات التانية الموجوده من فيفو ومن اوبو، فهيبقى منافس قوي السنه دي. وبس كده، لو عندك اي سؤال بخصوص الموبايل ده او اي موبايل تاني انزل نورنا في التعليقات وانا ارد عليك. مع السلامه.